ليه ادفع في الزيون وكرات اقل من الثريد ريبر؟ نيجي للوحشين دول الاول بعدين اجاوبك على السؤال. هنبدا باللينوفو بي 620 اللي بيجي ببروسيسور AMD ثريد ريبر 3995 WX 64 كور 128 ثريد 2.7 جيجا هرتز اب تو 4.3. نيجي للاتش بي زد 6 جي 4 اللي بيجي ببروسيسور انتل زيون بلاتينيوم 8260 24 كور للبروسيسور الواحد و48 ثريد للبروسيسور الواحد. الاتنين فيهم بنكات رام كتير فتقدر تزود رامات زي ما انت عايز، وكروت الشاشه برضو زي ما انت عايز، ان الباورات بتيجي ب 1000 واط. ليه اختار الزيون مع ان عدد الكورز فيه اقل من الثريد ريبر؟ لان الفكره مش في عدد الكورز بس، الزيون بيقدم لك اعتماد رسمي من ISV وتوافق تام من شركات البرامج الهندسيه. ده معناه حمايه شغلك من اي كراش او اي خطا حسابي يخسرك فلوس كتير ووقت اكتر من فرق السعر ما بينهم. نيجي بقى لاستخدامك، هتختار البي 620 ولا الاتش بي زد 6 جي 4؟ البي 620 بيشغل بلندر وفي-راي وكرونا وبريمير ودافنشي. الزد 6 نظام المعماريه والمؤسسات، توافق تام ومثالي مع برامج اوتوكاد، سوليد ووركس، ريفيت، انسايس. سؤال بقى بيدور في ذهن المتابعين، اختار ايه الشغل؟ لو شغلك يعتمد على الريندر والجرافيك والمونتاج يبقى لينوفو بي 620، لو شغلي تصاميم هندسي ومحاكاه دقيقه يبقى اتش بي زد 6 جي 4. احنا دلوقتي شرحنا تقريبا كل حاجه، تقدر تسيب استخدامك في الكومنتات واحنا نرشح لك انهي جهاز فيهم الافضل.